السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. اذا قرعه تصفيات كاس افريقيا انطلقت اليوم و فيها وعليها. المنتخب الوطني اللي يعني بكل صراحه منتخب مريض، يعني هذه حقيقه. منتخب اللي خرج من كاس افريقيا من الدور الاول بخساره قاسيه وخساره مره ضد المنتخب الموريتاني الذي لم يفز منذ مده طويله باي مقابله الا ضد المنتخب الوطني الجزائري. اذا المنتخب الوطني الجزائري يمر باسوا حالاته، لكن مع حضور المدرب الجديد بدا يكتشف المجموعه وبدا في تعرف على المجموعه لاعب بلاعب، وبدا يحاول انه يلقى بعض الحلول وبعض الترقيعات، خاصه انه عندنا اشكاليه كبيره ومشكل كبير في خط دفاع المنتخب الوطني. اذا المنتخب الوطني اليوم تعرف على المجموعه نتاعو، مجموعه تصفيات كاس افريقيا، ولو انه اخر اخبار تشير انه التصفيات سوف تجرى في شهر سبتمبر واكتوبر، يعني في الشهر اللي دات فيفا الجايين تاع سبتمبر واكتوبر ما تكونش فيها مقابلات وديه، هذه حسب اخر الاخبار، وراح تكون تصفيات كاس افريقيا. انا هذا الخبر ان صح، يعني اذا عاد صحيح، انا نشوفها ماهوش في صالح المنتخب الوطني بكل صراحه، لاننا نبغيو نشوفوا المنتخب الوطني يكون فيه تجديد، يكون فيه اصلاح، يكون فيه وجوه جديده، وجوه شابه. لكن باش تكون وجوه شابه ووجوه جديده ويكون فيه اصلاح، يجب يعني لازم يكونوا فيه مقابلات وديه، ويكون ما تكونش فيه مقابلات رسميه، باش المدرب يحاول انه يصحح الاخطاء ويصحح النقائص، وفي نفس الوقت يستدعي لاعبين جدد باش يبني عليهم للمستقبل. لكن للاسف مقابلات رسميه، يعني تصفيات كاس افريقيا مقابلات رسميه. اذا المنتخب الوطني وقع في مجموعه ما نقدرش نقول ضعيفه والله، لان المنتخب الوطني كما قلت يمر بمرحله صعبه، لان مجموعه فيها غينيا الاستوائيه. غينيا الاستوائيه فازت علينا في كاس افريقيا في الكاميرون. نعم، فازت علينا في الكاميرون غينيا الاستوائيه. اذا منتخب اللي يعرفنا ويعرف المنتخب الوطني مليح ويعرف العناصر تاع المنتخب الوطني، الا اذا يعني يحاول المدرب يدير تغييرات، ولو انه صعب انك تدير تغييرات في مقابله رسميه. يعني ممكن يغير بعض الوجوه، ممكن يغير 3 4 لاعبين، ممكن نشوف هنا في صالح المنتخب الوطني انه راح تغير النظره نتاع المنافس، لان المنافس يعرف المنتخب الوطني، يعرف اللاعبين، لكن لما تغير له على الاقل واحد 40 50% من المجموعه نوعا ما توضر له الحسابات. ايضا في مجموعه المنتخب الوطني منتخب الطوغو، ولو ان الطوغو اقل قوه من المنتخب غينيا الاستوائيه، هذا امر واضح يعني. ومنتخب ليبيريا جورجويه اسطوره. لكن على المجمل المجموعه بدون انقاص من ليبيريا او حتى من طوغو، لكن نشوف باللي من اقوى يعني الفرق هو غينيا الاستوائيه، اللي درنا عقده ما قدرناش نفوزوا عليه، درنا صعوبه كبيره في كاس افريقيا في الكاميرون، وخلقنا مشاكل كبيره، وفاز علينا بعد ما تعادلنا في المقابله الاولى ضد سيراليون. في المقابله الثانيه اللي ما خلتناش نروحوا كاس افريقيا الدور الثاني هي المواجهه ضد غينيا الاستوائيه والخساره من غينيا الاستوائيه. اذا المنتخب الوطني في مهمه ما نقولش مهمه سهله ومهمه في المتناول، وما نقولش مهمه صعبه وخطيره، مهمه يعني نقدروا عليها. لو نديروا مقابله ممتازه ضد غينيا الاستوائيه ونوقفوا لها ند لند، ونحاولوا انه نفوزوا عليها حتى في ارضيه ميدانها، او على الاقل نقطه تعادل في ارضيه ميدانها، نوعا ما المهمه راح تسهل يعني لتصفيات كاس افريقيا، نتاهلوا يعني ممكن بكل سهوله، في حال اذا وقفنا ند لند لغينيا الاستوائيه وقدرنا انه نجيبوا من عندها ولو حتى تعادل ونفوزوا عليها في ارضيه ميداننا، نوعا ما يعني نخطو خطوه كبيره للتاهل بدون انقاص من قيمه منتخب الطوغو او منتخب ليبيريا. لا ننسى ان الطوغو واجهناها في مقابله وديه قبل كاس افريقيا بكوت ديفوار، لكن المنتخب المحلي وليس المنتخب الاول، المنتخب المحلي تاع الطوغو
فزنا عليهم، يعني ماهوش نفس المنتخب الاول. انا المنتخب الاول فيه بعض العناصر محترفه في اوروبا، لكن انا نشوف وجهه نظر تاعي الخاصه على كل حال، يعني كل الفرق في تطور في قاره السمراء، لكن نشوف باللي نوعا ما في المجموعه تاعنا ممكن المستوى نتاعو هارب على بقيه المنافسين، هارب على طوغو وليبيريا، هي غينيا الاستوائيه. بكل صراحه غينيا الاستوائيه المنتخب اللي عنده خليط ما بين لاعبين ينشطوا في البرتغال ولاعبين ينشطوا في الدوريات الاسبانيه، وبعض اللاعبين ينشطوا في الدوريات الخليجيه، يعني في الخليج سواء في الامارات او حتى في السعوديه. لكن منتخب كما قلت يعني نقولوا منتخب لاباس به، اللي كنا نطمحوا ان نفوزوا عليه في كاس افريقيا بكل سهوله، لكن فاجأنا وفاز علينا يعني بصراحه العباره بالنتيجه وبالاداء. هذه حقيقه. الان المنتخب الوطني في نقول في لو يكون في تغييرات، لكن المشكله تغييرات مع مقابله رسميه، نقولوا في مرحله البناء، لكن للاسف مقابلات رسميه. كنت نتمنى انهم ياجلوا، ان شاء الله تكون مجرد اشاعات فقط انه تاع سبتمبر واكتوبر، وان شاء الله ياجلوها على الاقل، يبقاو لي دات فيفا تاع سبتمبر واكتوبر، على الاقل نديروا زوج مقابلات وديه، ويحاول المدرب يغير ولو حتى 3 4 لاعبين، خاصه في الدفاع، لان عندنا مشكله كبيره في الدفاع وفي راس الحربه. ان شاء الله تتاجل التصفيات، رغم انه كل الاخبار تقول بلي سبتمبر واكتوبر تبدا تصفيات كاس افريقيا، ماناش عارفين، رغم انه كاس افريقيا تاجلت، لكن نتمناو ان شاء الله انه تتاجل التصفيات على الاقل باش المنتخب الوطني يحضر مليح ويجهز نفسه للمواعيد القادمه، مادام انه كاين يعني زوج دات فيفا، يعني زوج تواريخ تاع الفيفا سبتمبر واكتوبر، ان شاء الله يكونوا فيها، ما يكونوش فيها مقابلات رسميه، ان شاء الله تكون فيها مقابلات وديه، وان شاء الله يكون فيها لاعبين جدد، خاصه في محور الدفاع اللي فيه اشكاليه كبيره جدا، وعندنا ورشه تنتظر المدرب، ورشه كبيره في خط الدفاع، رغم انه راس الحربه مش اشكاليه كبيره، تقدر تجيب لاعب حتى لاعب شاب وتلعبوا في مقابله رسميه، مش مشكله في راس الحربه، لكن المنظومه الدفاعيه مشكله كبيره. المنظومه الدفاعيه لازماتك اذا جبت لاعبين جدد لازمك تجربهم في مقابلات وديه وليس رسميه، انك الدفاع مش هو لاعب فقط، رغم انه في المقابله تاع غينيا او حتى في مقابله نتاع بوليفيا وديه، صحيح انه مقابله وديه، ايضا جنوب افريقيا مقابله وديه، لكن كاين اخطاء دفاعيه فرديه، اخطاء دفاعيه فرديه. هذه الاخطاء الدفاعيه الفرديه صعيب للمدرب باش يصححها، لازم يغير اللاعب، ما يقدرش يغير المنظومه الدفاعيه كامله، لازم يغير اللاعب، لان اللاعب لما يغلط هذا خطا فردي، وليس الفريق يعني ككل نقولوا باللي عنده مشاكل دفاعيه. ان شاء الله في التربص القادم ان شاء الله فقط نتمنى انه يكون مدرب عنده متسع من الوقت باش يجرب عناصر ممكن جديده، وخاصه في الدفاع. اذا المنتخب الوطني في مجموعه نقولوا متوازنه، ما نقولوش سهله، لانه موريتانيا خرجتنا من كاس افريقيا، موريتانيا ما ربحت ولا مقابله، هذه حقيقه ما لازمناش نخبوها. اذا المنتخب الوطني في مجموعه متوازنه، غينيا الاستوائيه اللي خرجتنا من كاس افريقيا في الكاميرون، ومنتخب الطوغو ومنتخب ليبيريا. نتمنوا كل التوفيق للمنتخب الوطني. ما كانش منتخب ضعيف في افريقيا تحسنت تطورت، خاصه بعض المنتخبات. ان شاء الله المدرب يحاول انه يدير بعض الروتوشات، ويحاول انه يرقع اذا كانت مقابلات رسميه يعني في سبتمبر واكتوبر، واذا كانت ان شاء الله نتمناوها ان شاء الله تكون مقابلات وديه فقط والتصفيات تتاجل، ان شاء الله يحضر مليح ويستدعي لاعبين جدد، ويحاول انه يصحح بعض الاخطاء الدفاعيه. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.